الحلقة بتبدأ عن أسطورة قديمة بتحكي عن بداية العالم. في الأول ما كانش فيه أي حاجة، مجرد ضلمة وفوضى لحد ما ظهروا الحكماء وكونوا قارة عظيمة اتولد عليها 9 أعراق مختلفة. الأعراق دي هي التنانين والإلف والعفاريت والأقزام والشياطين والإلف السود والقناطير والوحوش، وأخيرا البشر اللي منهم بطل قصتنا. بعد المقدمة دي بنشوف بطلنا لايت، شاب بشري بسيط كله حماس وأمل، بيودع عيلته المكونة من أبوه وأمه وأخواته إلس ويومي، وبيوعدهم وعد من قلبه إنه هيبقى مغامر عظيم وهيخليهم يعيشوا في راحة. لايت بيسيب قريته الصغيرة وهو شايل حمل كبير على كتفه، وهو إنه يوفر حياة كريمة لأهله اللي بيحبهم. أول ما لايت بيوصل المدينة الكبيرة بيتصدم بالواقع المر، وهو ماشي في الشارع اتنين من عرق تاني بيزقوه بعنف وبيزعقوا له وبيقولوا له بعد من طريقنا يا قزم، البشر المفروض يعرفوا مكانهم ويبعدوا عن الطريق. لايت بطبيعته بيعتذر ومش فاهم سبب الكره ده، ودي كانت أول لقطة لايت عن التمييز العنصري اللي البشر بيعانوا منه في العالم ده. بيروح لايت لنقابة المغامرين عشان يسجل. الموظفة بتسأله عن اسمه وبيقول لها لايت، ولأنه أول مرة يسجل بتديله رتبة اف، أقل رتبة ممكنة. بعدها بتسأله عن الهبة بتاعته وهي قدرة خاصة كل واحد بيتولد بيها. لايت بكل فخر بيقول لها الجاتشا اللانهائية. الموظفة بتستغرب من الاسم وبتطلب منه يوضح. لايت بيحاول يوريها قدرته فبيبدأ يسحب كروت من الهواء وبيقول اطلاق، ولكن للأسف كل اللي بيطلع له حاجات تافهة وملهاش أي قيمة، زي شوكة معوجة، تفاحة بايظة، وعيش متعفن. لايت بيتحرج وبيقول والله هو عادة مش بيطلع لي حاجات زي كده، لكن الموظفة بتقول له بكل برود ايوه 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 رتبة اف، يلا مناسبة ليك. لايت بيسأل عن أي مهمات ممكن ياخدها دلوقتي. الموظفة بتلاحظ إنه مش بيعرف يقرأ كويس وبتعلق بالسخرية، ده المتوقع، نسبة الأمية بين البشر عالية جدا، وبتقترح عليه أشغال يدوية بسيطة زي جمع الحطب ونقل التراب، وبتكون مرتباتها ضعيفة جدا. لايت بيوافق وهو مضطر وبيشتغل طول اليوم عشان يا دوب يكسب فلوس تكفي إيجار مكان ينام فيه. بعد يوم شغل مرهق لايت بيبقى جعان ومعهوش فلوس غير للإيجار، وهو ماشي بيفكر إن ممكن يسحب أكل من الجاتشة بتاعته، وفجأة بيخبط في واحد. الشخص ده بيزعله وبيقول له إن هدومه اتوسخت ولازم يدفع له ثمنها دلوقتي. بيسرقوا منه فلوسه القليلة اللي معاه وبيسيبوه مرمي في الشارع. لايت بيترجاهم يرجعوا الفلوس عشان مش هيلاقي مكان ينام فيه، لكنهم بيسخروا منه بيقولوا له روح نام في الزبالة مع باقي الحسالة اللي شبهك. في اللحظة دي بيكون حاسس باليأس والإهانة، وبتظهر بنت جميلة من الإلف اسمها ساشا بتجري عليه وبتحضنه وهي بتطمنه. لايت بيبقى مصدوم ومش مصدق إن واحدة من الإلف المعروفين بكبريائهم ممكن تعامله بلطف كده، وبيكون معاه واحد ضخم من جنس الوحوش اسمه جارو. ساشا وجارو بيقدموا نفسهم على إنهم أعضاء في فريق اسمه اتحاد القبائل. بيقولوا إن الفريق ده معمول عشان يجمع كل الأجناس التسعة اللي موجودين في العالم، وهدفهم النبيل هو القضاء على التمييز العنصري وخلق عالم عادل للجميع. بيقولوا إنهم ناقصهم عضو بشري عشان الفريق يكمل، وبيطلبوا من لايت ينضم ليهم. لايت اللي عمره ما شاف حد بيعامله باحترام كده بيحس إن حلمه بدأ يتحقق وبيوافق فورا وهو طاير من الفرحة. لايت بينضم للفريق وبيبدأوا رحلتهم في الهوية، أخطر وأكبر زنزانة في العالم. في البداية الأمور بتمشي بشكل كويس، ساشا بتفضل مهتمة بلايت وبتخاف عليه، وباقي الفريق بيتريقوا عليها بيقول لها إنها معجبة بيه. لايت بيحس إنه أخيرا لقى مكان ينتمي ليه وناس مؤمنة بيه. دوره في الفريق كان بسيط جدا، مجرد بيعمل لهم شاي وبيساعد في الحاجات الصغيرة، لكنه كان سعيد. ولكن يا عزيزي الحلو ما بيكملش، كل ده اتغير في لحظة. وفي مكان عميق ومعزول جوه الهوية ساشا فجأة بتقول للايت ببرود لايت أنا بطردك من الفريق. لايت بيتصدم ومش بيبقى فاهم حاجة. جارو وباقي الأعضاء يبدأوا يظهروا وشهم الحقيقي، بيشتموه وبيقولوا له إنه عديم الفائدة وكمان غبي. جارو بيقول له بسخرية هو مش واضح ولا إيه؟ أنت خلاص مالكش لازمة لينا دلوقتي. وساشا بتكمل أنا مش قادر أحدد إذا كان غباء لايت ده بسبب نقص خلايا المخ عنده ولا دي طبيعة البشر كلهم. بيظهر الكره الحقيقي اللي كانوا مخبيينه. واحد منهم بيقول ريحة البشر عمري ما طقها، أنا كنت بالعافية بستحمل أتنفس جنبه أصلا. لايت وهو مصدوم بيسألهم ليه عملوا كده بعد ما كانوا لطاف معاه. فجارو بيرد عليه كنا بنمثل يهبل عشان كنا عايزينك في فريقنا طبعا. بيكتشف لايت الحقيقة المرة وإنهم ضموه للفريق عشان رؤسائهم كانوا شاكين إن قدرته الجاتشا اللانهائية ممكن تكون علامة إن مايسترو يعني الشخصية مهمة وغامضة الكل بيدور عليها، وكانوا بيراقبوه عن قرب. لكن لما اتأكدوا إن قدرته زبالة وإحساساته كبشر عادية قرروا إن مش هو المايسترو، وبالتالي ما بقاش ليه أي لازمة. ساشا بتعترف بكراهية إنها كانت ممكن تتجوزه لو طلع هو المايسترو، وده طبعا عشان ياخدوا دم المايسترو، وإن الفكرة دي كانت بتقرفها. والأسوأ من الطرد بيكتشفوا إن عندهم أوامر صريحة بقتله. ساشا بتقول له بص يا ابني إحنا عندنا أوامر محددة، اقضوا على أي مشاكل محتملة في بدايتها، ما تخلوش حد عايش، عشان كده إحنا هنمحيك من الوجود. الفريق بيهاجم لايت بوحشية وبيضربوه ويجرحوه بالسهام والسيوف. جارو بيستمتع بصراخ لايت وبيقول ايوه بقى كده دلعني، هو ده اللي بحبه في صوت البشر، صراخهم بيبقى زي المزيكا في دماغي. لايت بيجري وهو بينزف وبيترجاهم يسيبوه، لكنهم بيستمروا بتعذيبه وهو على وشك الموت بيصرخ من قلبه انا عايز اعيش انا عايز اعيش. وفي لحظه يأس لايت بيدوس بالغلط على فخ انتقال فوري، والفخ بينقله لمكان اعمق واخطر في الهاويه. هو بينجو من اصدقائه الخونه، لكنه بيلاقي نفسه وحيد ومصاب في مكان مليان وحوش أسطورية. بيشوف وحش مستواه 1000 وبيعرف إنه اتنقل لأعمق جزء في الهوية، مكان محدش بيقدر يوصل له. اليأس بيتحول لغضب وحقد، ولايت بيفتكر كل الإهانات والتمييز والخيانة اللي اتعرض لها، بيفتكر حلمه وأهله وبيقرر إنه مش هيموت، وبيصرخ بكل كراهية كل ده كان كدبة خدعة نصب.
خدعوني عشان يخلوني انزل معاهم الزنزانه، وبعدين حاولوا يقتلوني. انا هقتلهم كلهم، انا مش هموت هنا، كلهم هيدفعوا الثمن وهقطعهم حتت للكلاب. وفي مواجهه الوحش اللي مستواه 1000، لايت بيستخدم قدرته الجاتشا اللانهائيه للمره الاخيره. هو بيصرخ بكل قوته، وفجاه بيحصل اللي محدش يتوقعه، بيطلع من الجاتشا كارت نادر جدا، بتظهر منه خادمه جميله وقويه جدا. الخادمه دي بتقتل الوحش الاسطوري في لمح البصر، وبتقول انا ما عنديش رحمه لاي حد بيهدد سيدي. الخادمه بتعالج كل جروح لايت فورا، وبتعرف نفسها باسم ماي، وبتقول انها كارت خارق الندره ومستواها 9999، وانها طلعت من الجاتشا بتاعه لايت، وبتعلن ولائها الكامل ليه وبتناديله بسيدي لايت. ماي بتستخدم قدرتها الخاصه وهي تقييم عشان تكشف لايت سر قوته الحقيقيه، وبتشرح ان قدرته الكاتشا اللانهائيه مش ضعيفه خالص، بالعكس هي قدره اسطوريه. قوة الكروت اللي بتطلع منها بتعتمد على كثافة المنى في المكان، يعني مثلا على سطح الأرض كثافة المنى منخفضة، عشان كده كان بيطلع له حاجات تافهة، لكن في أعماق الهوية كثافة المنى عالية جدا، وده بيخليه يقدر يسحب كروت نادرة وقوية جدا زيها. لايت بيحكي لها عن الخيانة اللي حصلت له، وهي بتتعاطف معاه وبتقول له إنها تحت أمره ومستعدة تنتقم له وتجيب له رؤوس أعدائه دلوقتي. لكن لايت بيرفض وبيقول لها إنه لازم ينتقم بنفسه عشان هو كان ضعيف واتخدع، بس هو عايز يبقى قوي عشان يقدر يواجههم بنفسه. ماي بتحترم قراره وبتقول له امنيتك هي امنيتي يا سيدي لايت، لو انتقام الشخص هو اللي انت عايزه فانا هساعدك تحقق ده. لايت بيبدا يستخدم قدرته الحقيقيه في اعماق الهويه، وبيقرر انه يبني مملكه وقوه خاصه بيه عشان يبدا رحلته الانتقاميه. وبعد 3 سنين المشهد بيتفتح في اعمق جزء من الهويه. المكان اللي كان كله ضلمه ومخيف اتحول من مكان مزدهره منوره. بنشوف لايت اللي شكله ما اتغيرش بسبب سوار بيأخر النمو في العمر، وبيقف وبيشكر جنوده على مجهودهم، واللي الواضح انهم من صحبات الجاتشا. والجنود دول هم مجموعة من الخادمات بيردوا بحماس شكرا ليك يا سيدنا لايت. واضح ان لايت بقى قائد ومؤسس لمجتمع كامل في الهاوية. وبنشوف لقطات من الحياة اليومية في المملكة، ولايت بيتمشى الصبح والكل بيحييه بحب واحترام، والسكان بيعرضوا عليه أكل جديد وبيطلبوا منه طلبات زي إنه في نقص في الوجبات الخفيفة. هو بيتعامل معاهم كقائد حقيقي ومسؤول. ماي بتكون جنبه دايما، بتشتغل كدراع اليمين ومستشارته، وبتوضح إن عدد السكان زاد جدا في ال3 سنين اللي فاتوا، وانهم محتاجين يطوروا النظام اللوجستي. لايت بيسأل ماي عن باقي اعضاء الرباعي، ودول غالبا اقوى 4 شخصيات سحبهم لايت بعد ماي، ونتعرف عليهم واحد واحد. هاتي ورقه وقلم وركزي معايا يا ست الكل. اول واحده يوكي، وهي مرادة وحوش عبقريه، مهمتها استكشاف المناطق العليا من الهاويه ورسم الخرايط. لايت بيوصفها بانها متقلبه المزاج زي القطه، لكنه بيحبها زي ما هي. تاني واحده إيلي، وبتكون ساحره قويه وبتكون شغاله على تطوير سحر جديد كجزء من خطه لايت الكبرى. واضح إنها ذكية جدا وبتفهم في خطة الانتقام. نازونا بتكون خبيرة في القتال القريب ومهمتها حراسة القلعة. لايت بيوصفها بإنها شخصية ممتعة ومرحة، لكن ماي بتلمح إنها مش ذكية قوي. جاك وبيكون شخصية ضخمة وقوية، وبيكون لقبه الحاجز الحديدي، وبيكون مدرب لايت الشخصي في القتال الجسدي. لايت بيعتبره زي أخوه الكبير وبيسمح له يناديه لايت من غير ألقاب. بنشوف لايت وهو بيتدرب مع جاك والتدريب بيكون عنيف جدا، وجاك بيعترف ان لايت بقى قوي لدرجة انه قليلين جدا يقدروا يواجهوه في الهوية، واقل منهم على السطح. لكنه بيحذره بيقول له بس اكيد مش صفر، فاهمني، لان عالم السطح مليان بالمجهول. لايت بيأكد له انه مش هيتهاون ابدا عشان لازم يكمل انتقامه للاخر. بنشوف بعدها نازونا وهي بتعمل دورية حراسة، وبتقابل مجموعة من الخادمات اللي بيضحكوا عليها، وبيوجهها تروح مكان سري مهم جدا عشان تحرسه، الا وهو أوضة نوم لايت. نازونا بتروح الأوضة وبتلاقي ماي هناك. ماي بتدعي إنها كانت بتنظف، لكن نازونا بتلاحظ إن السرير شكله كأن حد بيتقلب عليه وهو بيشم المخدات. ماي بترد بسرعة إن ده أسلوبها الفريد في ترتيب السرير وإنه سر المهنة. نازونا بتصدقها ببراءة. بعدها نازونا بتوصل رسالة من باقي الخدمات لماي. الرسالة بتكون مليانة شكاوى ومطالب، زي إن ماي تقف في احتكار أوضة لايت لنفسها، وإن من حق الكل ينظفوا أوضته، وكمان بيصوتوا نعم لإقالة رئيسة الخدم المستبدة. ماي بتتعامل مع الموقف بحزم، وبتقرر تعاقب الخدمات دول بإنهم ينظفوا ممر طويل جدا بإيديهم. المشاهد دي بتوضح العلاقة بين الشخصيات، زي ولاء ماي المطلق اللي بيوصل لدرجة الهوس وغيرة باقي الخدمات منها، وبراءة نازونا وغبائها اللطيف، وذكاء إيلي اللي بتظهر وهي بتتخانق معاها خناقة أطفال. كل الشخصيات دي يا عزيزي رغم قوتهم الجبارة، ولكن عندهم جانب مشترك واحد بس، هو حبهم وولائهم للايت. وفي مشهد مهم بنشوف لايت وهو بيشوف كلب من نوع كلاب الجحيم. المشهد ده بيفكره بالخيانة اللي حصلت له من 3 سنين، لأن جاره من جنس الوحوش الشبيهة بالذئاب. لايت بيظهر عليه الخوف للحظة، وده بيخلي حلفاء الأقوياء نازونا وإيلي ويوكي يتعصبوا جدا. نازونا بتقول بغضب مجرد كلب تدريب زيك بيتجرأ إنه يقف ضد سيدنا لايت في وجودي، الموت هيكون أهون ليك من اللي هتشوفه مني. وإيلي بتكمل أنا شايفة إن النوع ده ما يستحقش يعيش ولازم نخفيه من الوجود. ويوكي بتقول وجودهم في حد ذاته مزعج، والوحش بعد ما يسمع الكلام ده بيترعب، والواد بيهديهم وبيقول لهم إنه بقى كويس. المشهد بيوضح مدى قوة وولاء حلفائه، وإنهم مستعدين يعملوا أي حاجة علشانه، حتى لو كانت إبادة جماعية لجنس جامد. لوط بيقول جواه
حتى لو أمرتهم بهزار أنا متأكد إنهم هيمحوهم بجد. في النهاية لايت بيجمع إيلي ويوكي ونازونا وبيقول لهم إنه استلم رسالة من ماي من على السطح. الخطة بدأت وفرستنا بلعت الطعم، والحماس بيظهر على وشوشهم، وخصوصا نازونا اللي متحمسة للقتال. لايت بيعلن الوقت حان عشان يقدم أول طبق انتقام بعد 3 سنين من التحضير. وبننتقل لمدينة أكرا في اتحاد الوحوش، وبنشوف جارو ماشي في الشارع والناس بتحييه كبطل. الطعم اللي ماي نصبته كان موجه ليه. وبنشوف إن بعد 3 سنين جارو بقى شخصية مشهورة جدا ومهمة في اتحاد الوحوش. الناس في الشارع بتجري عليه وبتناديه زعيم، وهو ماشي بغرور وتكبر، وبيشتم أي بشري بيشوفه في طريقه، وبيقول له حسالة الشوارع، وابعد عن وش السعادي لمحيك من الوجود. بنشوفه قاعد في كافيه مع أتباعه بيشرب ويتباهى بفلوسه وقوته. أتباعه بيقولوا إنه مثلهم الأعلى لأنه بدأ من الصفر كيتيم في الحقيقة الفقيرة لحد ما بقى رقم واحد في قبيلة الذئاب. جارو بيشرح لهم إن سر نجاحه هو قدرته الفطرية كوحش، ألا وهي الإدراك الغريزي، وخصوصا حاسة الشم القوية اللي بيستخدمها عشان يشم المهمات الكويسة ويتجنب الوحشة. واحد من أتباعه بيسأل عن مهمة اتحاد القبائل من 3 سنين. جارو بيقول إنها كانت عملية سرية وما يقدرش يتكلم عنها، لكنه بيفكر بينه وبين نفسه دي كانت أسهل مهمة في حياتي يا عم الحاج. كل اللي كان عليا أعمله هو قتل عيل بشري تافه كانوا شاكين إن ممكن يكون المايسترو، ودلوقتي أنا غني مشهور. بيعترف إنه كان قلقان شوية لأنهم ما لقوش جثة لايت بعد ما انتقل بالفخ، لكنه متأكد إنه مستحيل يكون عايش. وهم قاعدين بتدخل عليهم ماي بهدوء وبتعتذر إنها بتقطع قعدتهم. جارو وأتباعه بيستغربوا وجود بشرية في مكان زي ده. ماي بتقدم نفسها بكل احترام وبتقول اسمي ماي وأنا بخدم سيدي لايت. جارو بيتصدم لما بيسمع اسم لايت. ماي بتكمل خطتها وبتقول إن سيدها لايت شخصية من سلالة نبيلة مهمة، وإنها كانت بتدور عليه في كل مكان، ولما عرفت إنه انضم لفريق مغامرين ومات في الهاوية بتكون عايزة تروح تشوف مكان وفاته بنفسها، وبتطلب من جارو بما إنه كان معاه إنه يكون مرافقة في الرحلة دي. جارو بيبقى شاكك في كلامها، سلالة نبيلة الواد التافه ده، لكن ماي بتقدم له صندوق مليان سبائك ذهب كمقابل لمساعدته. جارو وأتباعه عينيهم بتبرق من منظر الذهب. جارو بيفكر لا يكون ده فخ، يا عم حتى لو فخ مجرد بنت بشرية واحدة مش هتعمل لي حاجة، أنا أقدر أقضي عليها بسهولة. الطمع والغرور بيعموه. جارو بيوافق وبيقول لها إنه هيساعدها مش عشان الفلوس لا سمح الله، لا، لكن عشان لايت كان زي أخويا. هو بيقول الكلام ده بيفكر في خطته الشريرة، اوصلها للمكان اللي مات فيه وبعدها اخد وشها الجميل ده واحطه فوق قبر لايت. انا متحمس قوي مش قادر استنى. جارو بياخد مية مجموعه من اقوى رجاله كلهم فوق مستوى ال 130 وبينزلوا الهويه. بيوصلوا لنفس المكان اللي خانوا فيه لايت. باي متمثل الحزن وبتقول يعني هنا مات سيدي لايت. جارو بيكمل تمثيليته وبيقول انه حزين جدا لان ما قدرش يحميه. فجاه ماي بتغير نبرتها وبتقول تفاصيل محدش يعرفها غير الخونه. يعني انتوا جبتوه هنا في الزنزانه وتخمن حساله حقيره واتضرب لدرجه انه كان هيموت. انا لو كنت موجوده قبل ما يحصل كل ده لكنتوا تتمنوا الموت بدل اللي عملوه فيكم. جارو بيتجمد مكانه، ازاي عرفت التفاصيل دي؟ يصرخ فيها وبيسالها انت مين وشغال الحساب مين؟ ماي بترد عليه بتهديد ولاقي بالكامل لسيد اللايت، ولو انت مصر انك تهنك كخادمه ساعتها هنكتشف مين فينا الفاسد من جوه، وده بعد ما معاك يكون على الارض. جارو بيحس برعب حقيقي اول مره في حياته من مجرد نظرتها. في اللحظه دي بيظهر صوت من العدم، ايه دي يا ماي؟ جارو فارست انا. بيظهر لايت بنفس شكله من 3 سنين. جارو مش بيصدق عينيه، انت مش مت؟ لايت بيرد عليه لا يا صاحبي انا هنا عشان اخد حقي منك بفايده 3 سنين. جارو بيستعيد ثقته بسرعه لما بيشوف ان مستوى لايت المعروض هو 15 بس. بيضحك وبيقول بشري تافه زيك مستوى 15 جاي عشان ينتقم مني انا اللي مستوايا 150؟ انا عمري ما كنت ممتن لغباء البشر زي دلوقتي. وبيأمر رجاله يقطعوا حتت، لكن قبل ما يتحركوا ماي بتتحرك بسرعه البرق وبتقطع راس 2 من رجال جارو بلمح البصر. جارو بيتصدم وبيقول ان دي كانت هجمه قدرته فيها. لايت بيسخر منه بيقول له لسه ما اتغيرتش بعد السنين دي كلها، لسه مقتنع ان البشر اقل منك؟ جارو بيغضب وبيهاجم لايت بنفسه، لكن لايت بيتفادى كل ضرباته بسهوله وبيسخر منه. جارو بيوصل لقمه غضبه وبيستدعي ورقته الرابحه وحش اسمه وحش فنين السحري مستواه 500. بيأمر الوحش يطلق اقوى هجوم عنده على لايت وهو عوائل الوحش السحري المشتعل. الهجوم بيعمل انفجار ضخم، لكن لما الدخان بيروح لايت بيكون واقف مكانه من غير خدش واحد. بيقول بالسخريه ده اسم كبير قوي للهجوم، كل اللي عمله انه عمل شويه تراب، مش مكسوف من نفسك؟ جارو وقتها بيصاب بالجنون ولايت بيقول له تسميه الكلب بتاعك فرنير هيدي الناس انطباع غلط، خليني انا بقى اوريك الحقيقي. لايت بيستخدم قدرته وبيستدعي كارت نادر جدا الذئب البدائي فرنير وحش مستوى 9000. فرنير بتاع لايت بيقضي على فرنير بتاع جارو في ثانيه واحده. جارو بينهار تماما. لايت بيوري له مستواه الحقيقي 9999. جارو بيصرخ ان ده مستحيل وان البشر اقصى مستوى ليهم 100. لايت بيشرح انه لابس صور الشباب اللي بيوقف نموه عشان يفضل فاكر الالم والغضب واليأس بتاع اليوم ده. جارو بينهار على الارض وبيترجى لايت يسامحه وبيحاول يرمي اللوم على رجاله وعلى الاوامر بتاعه الاتحاد. لايت بيساله عن المايسترو لكن جارو ما يعرفش اي تفاصيل مهمه. بعد لايت بيساله سؤال اخير، بما انك شفت قوتنا بقى هل تفتكر ان ممكن نكسب لو بدأنا حرب ضد عالم السطح؟ جارو هو مرعوب بيجاوب بصدق ان قوه لايت مرعبه
لكن دول العالم قضت سنين بتجمع أسلحة ودروع وأدوات خاصة وممكن يواجه صعوبة لوحده. لايت بيقول ده بالظبط اللي كنت متوقعه. بعدها بيستخدم قدرته وبينقل جارو بمملكته في الهوية. جارو بيلاقي نفسه قدام جيش لا نهائي من الوحوش والكائنات الأسطورية اللي جمعها لايت على مدار 3 سنين، كلهم بمستويات مرعبة. لايت بيسأله تاني، ودلوقتي بقى قول لي هل عندي فرصة كويسة أكسب لو رحت أحارب دول السطح؟ جارو بيبص له وهو مصدوم تماما ومش قادر ينطق. لايت بيقول له وشك بيقول لي كل اللي محتاج اعرفه، مبروك كسبت جايزة انك تتعذب في ألم وياس أسوأ من الموت. جارو بيردد في رعب، احنا اللي خلقنا الوحش ده، هو ممكن ينهي العالم في لحظة، احنا انتهينا خلاص، ده عبارة عن سيد الدمار. الحلقة بتنتهي ولايت بيعلن بداية مسيرته من الهوية للسطح وبيقول ان العالم عنده فرصة يثبت هو يستحق ايه، العيش بسلام ولا الموت واليأس. جيشه الضخم بيبدأ يتحرك، طالعين من الضلمة للنور في بداية حرب الانتقام اللي هتغير شكل العالم. الحلقة بتبدأ بتفكير بطلنا لايت بالمأساة اللي حصلت له، وبيفتكر ازاي بعد ما قضى 2.5 في الهوية ورجع لها بلدته متدمرة بالكامل محدش يعرف مين السبب. بقى 6 شهور على الحال ده، والأمل الوحيد اللي ماسك فيه هو إنهم ملقوش جثث إخواته، وده معناه إنهم ممكن يكونوا لسه عايشين. الإحساس بالانتقام والرغبة في معرفة الحقيقة هو اللي بيحركه. لايت بيوضح خطته لرفاقه جولد ونيمومو وبيقول لهم إن هدفهم دلوقتي مش إنهم يدخلوا حرب على طول، لكن لازم الأول يجمعوا معلومات عن القوى العسكرية لكل مملكة. وكمان بيكون شاك إن تدمير بلدته له علاقة بكونه مايسترو، وعايز يعرف إيه حكاية اللقب ده اللي يخلي الناس تقتل بعضها علشانه. وبيتوعد بنبرة غضب شديدة، لو الحياة ورا كل ده طلعت شريرة أنا هحول العالم ده كله الجحيم. جولدو بينصحه يهدي غضبه ده وما يظهروش وسط الناس عشان ممكن يكون خطر. لايت بيتفهم ده وبيستخدم قناع سحري اسمه قناع الأحمق عشان يخفي هويته وشكله الحقيقي. أول ما بيوصلوا لمكان جديد نمو بتنادي البطل باسمه الحقيقي لايت، لكن جولدو بيفكرها بسرعة إنهم في العالم السطحي ولازم يستخدموا أسماء مستعارة. من هنا ورايح لايت هيبقى اسمه دارك عشان محدش من اتحاد القبائل يعرفه. دارك بيشرح لهم خطته الجديدة، هيسجل نفسه كمغامر في نقابة المغامرين وهيبدأ يعلي الرانك بتاعه عن طريق تنفيذ المهمات. الهدف من ده هو انه يقدر يوصل معلومات من الشخصيات المهمه، وده عن طريق المغامره. وهم في طريقهم للمدينه بيشوف مجموعه من الاقزام بيسرقوا راجل بشري وابنه. دارك بيأمر جولد ونمومو بالتدخل، جولد بدرعه الذهبي اللامع ونمومو بقوتها بيقضوا على الحراميه في ثواني. المشهد ده بيوضح قد ايه هم اقوياء مقارنه بالناس العاديه. الراجل اللي انقذوه واللي اسمه كيرنل بيشكرهم جدا وبيعرف انهم رايحين لمدينه داكاس عشان يبقوا مغامرين. كيرنل بيعرض عليهم يوصلهم بعربيته وبيبدا يديهم معلومات مهمه عن المدينه. كيرنل بيشرح لهم ان داكاس هي مدينه في اقصى جنوب مملكه الاقزام، موجودة على الحدود بين مملكة البشر ومملكة الإلف. ورغم إن في خلافات سياسية بين الممالك ديت، المدينة مزدهرة جدا بسبب وجود دانجون عالي الجودة بيجذب المغامرين من كل مكان. كيلن نفسه عنده فندق في المدينة بيخدم المغامرين البشر اللي بيجوا هناك. لما يوصلوا لنقابة المغامرين دارك بيلاحظ إن البشر بيتعاملوا معاملة وحشة جدا وإنهم تقريبا بيخافوا من الأجناس التانية، وده بيأكد له إن التمييز ضد البشر موجود في كل حتة. المشكلة الحقيقية اللي بتبدأ لما بييجوا يسجلوا دارك كمغامر. الموظفة بتقول إن كل المغامرين الجداد بيبدأوا من أقل رانك وهو الرانك اف. هنا مو بتنفجر من الغضب وبتبدأ تزعق في وش موظفة الاستقبال وبتقول لها انت اكيد مجنونه، اللورد دارك مش من فئه الرانك اف، انسى الرانك ايه او حتى الرانك اس، الرانك بتاعه المفروض يبقى اس اي اكس، ده اختصار لسوبر اكسترا. جولد بيعرف بالسخريه ان الرانك ده بيخليه يبان كانه شخص منحرف. وسط كل الدراما دي دارك بكل هدوء بيتدخل وبيعتذر عن تصرف نمومو وبيقول للموظف انه موافق يبدا من رانك اف، وده بيصدم نمومو اللي حاسس انها احرجته. الفريق بيروح فندق كين اللي انقذه وداركو بيطلب من كين طلب غريب، انه عايز يأجر الدور الاخير كله لمده شهر ومحدش يدخله خالص حتى عمال الفندق. ودارك بيقدم كيس مليان فلوس كدفعه، لكن كين بيرفض ياخد فلوس من الناس اللي انقذوا حياته. دارك بيصر على الدفع وبيقول له ده يعتبر ده طلب تاني مني. اول ما بيطلعوا الاوضه دارك بيستخدم سحر قوي جدا عشان يأمن المكان. السحر ده بيعمل مسح للمكان عشان يتاكد ان مفيش اي ادوات سحريه لتجسس او تناصت، وبكده يقدروا يتكلموا براحتهم. نمو بتصل دارك بحذر ليه هو بنفسه خاطر ونزل العالم السطحي مع انه كان ممكن يفضل في الهويه ويأمرهم هم ينفذوا المهمه. السؤال ده بيستفز دارك جدا وبيرد عليها بنبره حاده، انت بتحاول تطلعيني من خطه انتقام الشخصيه. نمو بتترعب من رد فعله وبتبدا تعتذر وترجاه يسامحها. بولت بيتدخل ويوضح ان الراجل حقيقي لازم يكمل الحاجات اللي بداها بنفسه، وان دارك عايز ينتقم بايده وده شيء يستحق الاحترام. دارك بيهدى وبيعتذر لنمومو وبيقول لها انه فاهم انها كانت خايفه على سلامته، وعلشان تثبت ولها من تاني نمومو بتركع وبتبوس رجليه تعلم على الاحترام المطلق، وده يا عزيزي هبل ملناش دعوه بيه. وده بيخلي جولت كالعاده يسخر منها. الفريق بيروح مدخل الدانجون وبيلاقي طابور طويل جدا من المغامرين. بيلاحظ انه مفيش اي الف في المكان، وده لان مملكه الاقزام ومملكه الالف بيتخانقوا على ملكيه الدانجون ده. فجاه بيظهر 3 اشخاص لابسين اغطيه على وشهم وبيحاولوا يقطعوا الطابور. الناس كلها بتخاف تتكلم معاهم. دارك بيحللهم بسرعه، واحد منهم شكله خادم، التاني متدرب كويس بس عنده نقط ضعف، لكن اللي في المقدمه رغم انه شايل سلاح تقيل لكن حركاته حاده جدا واضح انه مقاتل خبير. دارك بيواجههم بكل برود وبيقول لهم ان قطع الطابور تصرف مش كويس. واحد منهم بيتعصب وبيحاول يهاجمه،
لكن القائد بتاعهم بيمنعه وبيقول ان صارت المشاكل هنا مش في صالحهم. في الاخر الثلاثه بيرجعوا لاخر الطابور وهم متغاظين. اول ما دارك وفريقه بيدخلوا الدانجون بنشوف القوه الحقيقيه لدارك، وعلشان يختصر الوقت يستخدم مجموعه من اقوى مهاراته من فئه SSR: الاستبصار عشان يشوف مكان الدور اللي بعده على طول، والاخفاء عشان الوحوش ما تشوفهمش، والطيران عشان يتحركوا في اسرع طريق ممكن. بالطريقه دي بينزلوا الادوار السفليه في دقايق من غير ما يواجهوا اي وحش، وده بيخلي جولد ونيمومو منبهرين بقوته. المشهد بينتقل بعد كده للثلاثه كانوا بيقطعوا الطابور، ونعرف ان قائدهم هو كايتو، وهو فارس من الفرسان البيض في مملكه الالف. كايتو بيكون في قمه غضبه وبيصرخ ازاي الحشرات البشريه ديت تتجرأ تهني، وبيفضل يتباهى بنفسه وانه اصغر واذكى محارب في مملكه الالف، وانه من سلاله المايسترو. المشكله اللي مجنناه ان مستواه وصل لحد الاقصى عند 1500، وهو شايف ان ده مستوى قليل جدا على بطل اسطوري زيه، وبيكون عايز يرفع مستواه باي طريقه عشان يرجع ينتقم من دارك وفريقه. المرافق اللي معاه هو دارك إلف بيكون اسمه ياناك، بيقول انه هيساعده يكسر حاجز المستوى ده باستخدام ابحاثه الممنوعه اللي اتنفى بسببها. واضح ان في تحالف مصلحه ما بينهم، وكايتو بيفكر جواه وبيقول انه هيتخلص من ياناك اول ما ياخدوا اللي هو عايزه. دارك وفريقه بيخلصوا مهمتهم في الدور الثالث وهي جمع الاحجار السحريه كدليل، وبيرجعوا للدور الاول. وهم راجعين بيلاقوا فريق المغامرين المبتدئين اللي قبلهم في الطابور بيحاربوا مجموعه من الغيلان، وبعد ما يخلصوا عليهم دارك بيظهر فجاه وراهم وبينقذ البيت الفريق من تعبان اسمه وش سنيك، وده كان هيشيل حركتها. دارك بينصحهم يركزوا اكتر ما يغفلوش عن اللي بيحصل حواليهم اثناء القتال. الفريق مبتدئ بيشكره جدا على انقاذهم المره الثانيه. فجاه بتظهر مجموعه من الذئاب الضخمه، وفريق مبتدئين بيترعب بيقولوا انهم لازم يهربوا لانهم مش هيقدروا عليهم. لكن دارك بيقول لهم بكل هدوء لا، هم مش المشكله. في لحظه جولدو بيقطع الذئاب كلها بضربه واحده، والكل بيستغرب ايه المشكله ما كانتش الذئاب دي. فجاه الارض بتهتز وبيظهر من وسط الشجر وحش عملاق وضخم جدا باربع مناجل حاده زي السيوف. واحد من فريق المبتدئين بيصرخ في رعب مستحيل، ده وحش منتس رباعي المنجل. والكل واقف مصدوم قدام الوحش الاسطوري اللي ظهر فجاه ومحدش عارف هيعملوا ايه. الكل بيكون في حاله صدمه ورعب من ظهور المنتس رباعي المنجل. فريق مية بيصرخوا ان الوحش ده المفروض انقرض من 10 سنين وان مواجهته انتحار، ويطلبوا من فريق دارك يساعدوهم يهربوا. لكن دارك بيرد ببرود طالما انتوا ناويين تهربوا يبقى ما عندكوش مانع لو اصطدناه احنا. المعركه بتبدا وجولد بياخد اول ضربه، لكن درع القوي بيحميه وهجمته مش بتأثر في الوحش. بعدها دارك بيتدخل ومن غير ما ينطق كلمة واحدة بيطلق تعويذة سهم النار، ومية اللي بتفهم في السحر تصدم وتصرخ لأخوها: انت شفت اللي عمله ده استخدم سحر من الفئة القتالية من غير ما يقول التعويذة، ده شيء شبه مستحيل بالنسبة للبشر. جولد بيقرر يوريهم ازاي الفارس الحي بيقاتل، بيستخدم الدرع بتاعه مش بس للدفاع لكن كمان كسلاح في هجمة مرتدة قوية بتفقد الوحش توازنه. بعدها بيوجه له ضربة بسيفه. دارك بيعلق ان المعارك فن وابداع. بعدها دارك بيطلق 30 سهم ناري في نفس الوقت وبيتحكم فيهم كلهم بدقة مذهلة وبيجمعهم في هجوم واحد ضخم بيصيب الوحش. الوحش بيحاول يهرب لكن دارك بيستخدم تعويذة تانية من غير ما ينطق، وهي جدار النار، ودي تعويذة من الفئة التكتيكية اللي بتأثر على مساحة واسعة. مية بتوصل لأقصى درجات الذهول وبتقول إن اللي بيحصل ده هيدخل كتب التاريخ لأن حتى الإف بيلاقي صعوبة في عمل كده. في النهاية دارك بيؤمر نمو بالقضاء على الوحش المحاصر. نمو بتطير في الهواء وبتوجه ضربة قاضية للوحش بتدمره تماما، لكن جولد بيزعلها لأنها دمرت معظم أجزاء الوحش اللي كان ممكن يبيعوها ويكسبوا منها فلوس. في وسط الحطام بيلاقوا الحجر السحري بتاع الوحش سليم، وده كان هدفهم عشان يرفعوا رتبتهم في النقابة. فريمية مش مصدقين اللي شافوه، بيسألوا دارك لو كان فريق مغامرين مشهور رتبة إيه أو حتى إس، لكن دارك بيرد ببساطة لا، احنا كلنا رتبة اف لسه بادئين. بعد المعركة فريق مية بيعزموا فريق دارك يخيموا معاهم بالليل كشكر لهم على انقاذ حياتهم، وكمان عشان مية كانت متحمسة جدا تتكلم مع دارك عن السحر. واثناء العشاء مية بتشرح لاخوها وباقي الفريق نظام السحر في عالمهم: الفئة القتالية ودي مصممة لهدف واحد، والفئة التكتيكية دي بتأثر على منطقة واسعة، الفئة الاستراتيجية بقى دي سحر مدمر على مستوى عالمي زي التسونامي والزلازل، بيحتاج مجموعة كبيرة من السحر عشان يتنفذ. مية بتوضح ان استخدام السحر متقدم سهل على أجناس زي التنانين والإلف والدارك إلف، لكن صعبة جدا على البشر، وإن اللي عمله دارك ده اللي هو استخدام سحر تكتيكي من غير ما ينطق التعويذة يعتبر معجزة بالنسبة للبشري. ده بيخليه في نظرها أسطورة. بعدها بنعرف قصة فريق مية وإن أهلهم ماتوا في وباء، وخال كبير بيحاول يجمع فلوس من المغامرة عشان يبعتها لأكاديمية السحر المرموقة في مكان اسمه الدقية. في المقابل فريق دارك بيقولوا قصتهم المزيفة وإن أهل دارك ماتوا في حريق وهو اتصاب بحروق فظيعة، وهم في رحلة دلوقتي عشان يلاقوا جرعة تشفيه. بعد أسبوعين فريق دارك بقى مشهور في مدينة داجاس. الناس أطلقوا عليهم لقب بلاك موتلي بسبب قناع دارك الأسود ودرع جولد الذهبي وشخصية نمو مختلفة. سمعتهم كفريق مبتدئ قضى على وحش أسطوري خلتهم محط أنظار الجميع. بعض المغامرين البشر زي سوفيلان وجيلبرت بيشوفوهم كأمل للبشر في عالم بيسيطر عليه الأجناس التانية. في المقابل الأجناس التانية زي الإلف بيستخفوا بيهم وبيشككوا في قصتهم. في يوم هما في الطابق الخامس من الديماس بيقابلوا فريق مية مرة تانية بالصدفة. مية بتقدم لدارك هدية بسيطة كشكر ليه، وبيكون مرهم للحروق جدتها علمتها تعمله، بتقول انه مش هيشيل اثار الحروق لكن ممكن يخفف الالم. دارك بيقبل هدية ومبسوط، وعشان يرد لها الجميل دارك بيستخدم سحره وبيصنع لها هدية صور جميل جدا. مية بتفرح بيه جدا وبتقول انها تحتفظ بيه للابد،
وبعد ما بيمشوا يموت بيطلوم دارك لأنه ادعى ده نادرة جدا من فئة اس اس ار واسمها سوار الأمنيات مقابل مرهم بسيط، لكن دارك بيرد إنه شايفها هدية مناسبة ليها لأن السوار ده بيحقق معجزات صغيرة أو الشخص بيتمنى بقوة. وفي مشهد مفاجئ دارك بيستخدم سحر النقل الآني وبيرجع لقاعدته السرية في الهوية. هناك بيقابل بقى أتباعه المخلصين إيلو وميو ويوكي ونازونا، وبنكتشف إن شخصيته كمغامر دارك هي مجرد غطاء لعملية أكبر اسمها عملية المغامر، وهي جزء من خطة انتقامه الكبيرة. وبيسألهم عن آخر تطورات عملية الانتقام واللي بتأكد له إن كل حاجة قربت تجهز. والمشهد ده بيكشف إن لايت قائد لمنظمة قوية وإن هدفه أكبر بكتير من مجرد المغامرة. في نهاية الحلقة بنرجع للدماس وبنشوف سفلان وجيلبرت المغامرين البشر اللي كانوا بيشجعوا فريق دارك هما بيخيموا مع فريقهم. فجأة بيظهر كايتو الإلف المغرور. كايتو بيقتل كل أعضاء الفريق بدم بارد وبطريقة وحشية وبيسيب سفلان بس اللي بيحاول يهرب، ولكن كايتو بيطارده وبيقتله هو كمان. بيظهر هناك وبيقول لكايتو إنه كان محتاج البشر دول عايشين عشان تجاربه. كايتو بيرد بغضب إن أي دودة بشرية هتقاومه هيحولها للحمة مفرومة. هناك بيختم المشهد بجملة مرعبة: حتى أسوأ قمامة بشرية لها قيمة كوقود لتجاربي.